ايه هي مشكله ماتش افتتاح كاس العالم للانديه؟ اهلا بيكم في حواري العالم. قبل ماتش الاهلي وانتر ميامي، صحيفه ذا اتلتيك الانجليزيه نشرت مقال عن ازمه بتواجه الفيفا بسبب الحضور الجماهيري لماتش الافتتاح، والمشكله دي مؤثره بشكل كبير جدا، لان الفيفا في الاول كانت حاطه سعر معين وبدات تخفضه، ولما خفضته باعوا 25000 تذكره بس من اجمالي 64000، وده هتكون ازمه كبيره لان الملعب هيكون شبه فاضي او نص الملعب تقريبا هيكون فاضي، فقرروا برضو ان هم يقللوا السعر اقل من كده علشان يجذبوا الحضور الجماهيري. طب هو ليه مفيش اهتمام في البطوله دي في امريكا؟ ده من وجهه نظري ليه اسباب كتيره جدا، واهمهم ان الكوره في الاساس مش اللعبه الشعبيه الاولى في امريكا، وامريكا اهتمامهم بالكوره حرفيا ضعيف جدا، وده من وجهه نظري اختيار غلط من الفيفا ان هم يختاروا البطوله اصلا تتلعب في امريكا. وبطوله زي دي لو انت عايز تنجحها فكان الاولى ان انت تختار اي بلد اوروبيه وتلعب فيها. وفي ازمه تانية انا من وجهه نظري شايفها، ان ازمه التوقيت بتاع الماتش. فرق التوقيت في امريكا مختلف عن اي دوله تانية، فده هيأثر على المشاهدات التلفزيونيه. طب ليه هم اختاروا امريكا من الاساس؟ اختاروا امريكا عشان بكل بساطه هي بلد سياسيه وقذره وقويه، وهيدخل ليهم فلوس كتيره جدا من ورا البطوله دي، ويقال عندهم بنيه تحتيه كويسه جدا، والفيفا بتحاول توسع شعبيه اللعبه في كل انحاء العالم. فيا رب امريكا تولع بس بعد البطوله. اعمل لايك فول عشان نتقابل تاني. انا سينا السنسون من خدها اقول لك.